طبعا ناس كتير بتتكلم وبتقول اللي شركة اوبر محدش يقدر ينافسها ومحدش يقدر ينافس اوبر خالص، وشركة اوبر تعتبر حجمها كبير جدا واستثمار قوي جدا ومحدش يقدر ينافس شركة اوبر. تمام، تعالوا كده هو نلف لفة او يعني نتجول، نروح كده هو للدول الخارجية ونشوف شركة اوبر ايه اللي حصل فيها في الدول ديت، وهل شركة اوبر فعلا قدرت اللي هي تنافس ولا لأ، ونشوف الكلام دوت. تعالوا مثلا نروح لأوروبا. تمام، هتلاقوا اللي في شركة ظهرت 2012 اسمها تاكسي فاي دي ظهرت في أوروبا. تمام، وبالتحديد في إيطاليا. تمام، الشركة ديت لما جت اشتغلت طبعا أول حاجة واجهتها اللي هو التراخيص، وكان في تعقيدات في التراخيص فللأسف الشديد فشلت. بس بعد كده هو رجعت تاني واشتغلت تاني وقدرت فعلا اللي هي تاخد من السوق بتاع أوبر 30% أو 35% من حجم السوق بتاع اوبر في اوروبا بحالها، لدرجة اللي هي شغالة يعتبر في 30 دولة. اخر احصائية ليها بالنسبة للارباح بتاعتها في سنة 2018 عملت 175 مليون دولار، ده بالنسبة للارباح بتاعتها 2018. لكن طبعا لسه ما اعلنوش الارباح بتاعتها في 2019 او 2020. تعالوا بعد كده هو يعني يعتبر هي دي شركة تاكسيفاي بقى، طبعا نزلت باسم جديد اسم بولت. تمام، وطبعا انا سايب لكم اللينك بتاع الخبر دوت او اللينك بتاع او المصدر بتاع الخبر دوت هتلاقوه تحت الفيديو دوت، عشان خاطر محدش يجي يقول لي انت مصدرك ايه وبتجيب الكلام ده منين. يعني الفيديو دوت هيكون كل المصادر بتاعتي هتكون محطوطة ان شاء الله تحت الفيديو دوت. تمام، تعالوا نشوف المنافس الثاني لشركة اوبر بالنسبة لامريكا ويعتبر اقوى منافس ليه، وهو شركة ليفت. تمام، شركة ليفت يا جماعة هي يعني انشئت 2012. تمام، في سان فرانسيسكو. طبعا خدت برضو حصة من السوق بتاع اوبر 35%. تمام، ودي برضو حصة يعتبر كبيرة جدا جدا. تعالوا بعد كده هو نروح للصين. الصين بقى اللي اوبر يعني اللي اوبر ما قدرتش اللي هي تنافسها خالص، لدرجة اللي رئيس مجلس إدارة شركة اوبر او صاحب شركة اوبر بذات نفسه جه قال لك انا عشان خاطر اخش وانافس في السوق الصيني يبقى انا محتاج كل سنة مليار دولار على الاقل. تخيلوا الرقم. اوبر فعلا نزلت الصين وحاولت اللي هي تنافس، لكن خسرت خسارة كبيرة جدا جدا جدا، واضطرت اللي هي تبيع الحصة بتاعتها لشركة ديتي، اسمها شركة ديتي. تمام، الشركة دي يا جماعة شركة كبيرة جدا، شركة صينية. طبعا هي عملت اندماج ما بين كذا شركة صينية، لدرجة اللي هي واخدة 99 من السوق الصيني بالنسبة للنقل التشاركي ووسائل النقل والتاكسي ووسائل النقل جميع. حتى هي الشركة ديت كمان عملت شراكة ما بينها وما بين اليابان، لأن طبعا أكترية السياحة بتاعت الصين بتكون موجودة في اليابان. تمام، وطبعا في شراكة ما بين برضو شركة ديتي وشركة ابل بمليار دولار. ناس كتير هتقول لك طب شركة ابل ليه عملت شراكة ما بين الشركة ديت، ايه يعني دي ايه اللي جاب دي لدي؟ طبعا يا جماعة شركة ابل ان هي بتفكر في ايه، بتفكر اللي هي تحدث من نفسها وبتشوف عايزة تخش السوق الصيني، لان السوق الصيني دوت سوق كبير جدا 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 جدا. المهم دي مش قصتنا، نرجع تاني لشركة اوبر. طبعا شركة اوبر لما باعت حصتها لشركة ديتي باعتها طبعا وخدت نسبة أرباح 20% من أرباحها، وطبعا دي كانت خسارة كبيرة جدا جدا لشركة أوبر. وشركة أوبر طبعا طلعت من السوق الصيني بيعتبر بخسارة كبيرة جدا، ما قدرتش اللي هي
ما قدرتش على المستثمرين في الصين، لان المنافسه منافسه حقيقيه ومنافسه فعلا قويه وناس فعلا بتصرف. تعالوا بعد كده نروح لروسيا. بالنسبه لروسيا في شركه اسمها شركه ياندكس. شركه ياندكس يا جماعه هي شركه برضو النقل الذكي طبعا، وبتقدم الخدمه بتاعتها بدون سائق، وطبعا في برضو خدمة بالسائق، بس هي الخدمة بتاعتها يعني بتتجه اللي هي تشتغل بخدمة بدون سائق. وفي كمان ياندكس في منها كمان في أمريكا، كمان بيقولوا حوالي 100 سيارة في أمريكا. تمام. طبعا المصادر بتاعتي كلها أنا بسيبها لكم تحت الفيديو ده، عشان اللي عايز يراجع المصادر ديت يراجعها براحته خالص. تمام. طبعا شركة أوبر ما قدرتش برضو على المنافس الروسي، لأن منافس قوي جدا جدا جدا. تمام. فطبعا ما قدرتش، خصوصا اللي فيه منافسين كمان نزلوا، شركة اسمها ان درايفر تقريبا، اللي الشركة ديت اللي هي بتحدد الأجرة بتاعتك أو السواق أو الكابتن. أنا دلوقتي كعميل بحدد الأجرة بتاعتي، والسواق بقى ليه اللي هو يوافق، أو الكابتن ليه اللي هو يوافق، أو ليه اللي هو ما يوافقش. فطبعا ظهرت شركات تانية طبعا في روسيا، بس طبعا الشركة اللي قطمت وسط أوبر زي شركة ديتي كده هو شركة ياندكس طبعا. وشركة أوبر اضطرت اللي هي تعمل دمج ما بين الشركة دي ب3 مليار و725 مليون دولار. تمام. طبعا شركة ياندكس امتلكت حصة الأسد من الشركة ديت، من شركة أوبر يعني. تمام. بعد كده هو تعالوا نخش للسوق بقى الماليزي وشركة تايلاندا والكلام دوت. هنلاقي اللي فيه شركة اسمها جراب كار. جراب كار دي طبعا برضو تعتبر هي نمبر 1 بالنسبة لماليزيا وبالنسبة لتايلاندا والكلام دوت. اذا معنى كلامي اللي فيه فعلا منافسين كتير جدا لشركة اوبر في انحاء العالم، وقدروا فعلا المنافسين دولت اللي هم يخرجوا اوبر من المنافسة دي خالص. تمام. ده يدل على ايه يا جماعة؟ اللي احنا عندنا بالنسبة للدول العربية، طبعا برضو في الدول العربية ظهروا برضو منافسين بالنسبة للسعودية وبالنسبة لمصر. للأسف الشديد لحد دلوقتي في مصر مفيش منافسين خالص. في مصر لحد الآن ظهروا حقيقيين. للأسف الشديد كل المنافسين اللي في مصر هم منافسين السبوبة. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا عن شركة وينجو، للأسف الشديد شركة وينجو كل اعتمادها اعتماد كلي على الكابتن، ما بتعملش دعاية كافية، ما بتعملش بونص للكابتن، ما بتعملش عروض قوية للعميل. ولو جينا برضو بصينا لشركة دابسي او اللي هي نازله جديد اللي هي كانت بتاعه طه الحكيم، جه بعد كده صاحب شركة موفيت خد الاسم وعمل قنن الورق بتاعه وخدوا الاسم عشان خاطر اللي هو يشتغل بشركة دابسي بطريقة رسمية. طبعا يا جماعة يعني حاجة زي كده برضو توريكم حاجة. مثلا هل مثلا لو واحد عايز ينجح بيجي يقوم نازل بشركتين، ولا دوت عايز مثلا او المستثمر دوت نازل اللي هو يعتبر سبوبة؟ بمعنى الأصح شركة كريم مثلا لما جت بدأت شركة كريم طبعا اشتغلت في كام دولة عربية. شركة كريم زي ما انتم عارفين في كذا دولة عربية. تمام. جاب بعد كده هو شركة اوبر عملت ايه؟ اشترت شركة كريم ب3 مليار و3 من 10 زي ما هم بيقولوا. تمام. فطبعا المستثمرين العرب او اللي عندنا احنا المصريين اشتغلت الدماغ بقى، قالت لك طب ما احنا نطلع بشركات زي كده اهوت بس طبعا هم مش هيدفعوا زي ما شركة كريم دفعت. شركة كريم دفعت برضو ملايين عقبال ما وصلت لو خلت شركة اوبر اشتريتها بالمليارات ديت، وحصل الاندماج ما بين شركة اوبر وما بين شركة كريم. طبعا الكل شغل دماغه وقال لك انا اعمل شركة هنا وشركة هنا على حس اللي اوبر هتشتريني او هبيع الشركة بعد كده الاوبر زي ما حصل مع شركة كريم. طبعا ده حلم
طبعا لان الشركات دي كلها بتلعب على الكباتن وبتلعب على منافسه ضعيفه جدا، لانها هي الشركات دي مش عايزه تصرف، هي بتلعب على الاسم بتاعها يسمع شويه وتبتدي اللي هي تبيع الاسم ده. دليل كلام انا على كده ايه؟ واحد مثلا يقول لي طب انت دليلك على كده ايه؟ هتبص حضرتك لكذا شركه، هنلاقي شركه اسمها بيب، وشركه اسمها اسطى، وشركه مش عارف اسمها عربيتي، وشركه مش عارف اسمها ايه، شركات كتير جدا جدا نزلت زي ما انتم شايفين وفي الاخر لا حاجه. واخر شركتين اللي هي مثلا شركه دبسي اللي هي كانت بتاعت استاذ طه الحكيم، وطبعا هم قالوا على استاذ طه الحكيم اللي هو نصاب ومش عارف ايه ونصب على مين وعمل ايه. طبعا ما حدش عارف الدنيا فيها ايه، وما حدش يقدر يتهم حد بدون دلائل، تمام. لكن اللي احنا شفناه حقيقي فعلا اللي الاسم بتاع استاذ طه الحكيم دوت، شركه موفيت خدت الاسم ديت، خدت الاسم بتاع طه الحكيم دوت واستغلته واستغلت الاعلانات بتاعته وخدته. ده اللي احنا فعلا شفناه بعينينا، وقننت بعد كده الاسم دوت، بقت شركه دبسي مقننه تبع شركه موفيت. طبعا الدلائل بتاعتي لو احنا قلنا مثلا اللي شركه موفيت وشركه دبسي هو صاحبها واحد بس، طب بالله عليكم انتوا كده هو قولوا لي كده هو، هل واحد عايز ينجح بشركه وعايز يقوم بيها هل هينزل بشركتين ولا هينزل بشركه واحده؟ لو انت فعلا عايز تنجح وباصص للنجاح هتنزل بشركتين في وقت واحد ولا هتنزل بشركه واحده؟ اكيد هتنزل بشركه واحده عشان عايز تنجحها وهتصرف عليها، لكن مش هتصرف هنا وهتصرف هنا الا في حاله واحده بس، انت حضرتك نازل بشركتين عشان خاطر تقول لشركه اوبر انا اهو تعالى اشتريني، تعالى انا هعمل تسويق، انا بعمل، وكل شويه يجي يقول لك انا هعمل تسويق، انا هعمل كذا. تعالوا نبص هنا للعميل، العميل النهارده عشان يجي يشغل موفيت او يشغل وينجو او يشغل اي ابلكيشن مهما كان هو، انا بشغل الابلكيشن ده ليه؟ انا ايه اللي هيديني يعني ايه اللي هيخليني اشغل الابلكيشن ده؟ ايه اللي هيخليني اشغل ابلكيشن زي كده مثلا؟ هو العرض اللي موجود اللي هو هيكون كويس اللي هيخليني اشغل الابلكيشن، لكن غير كده انا ايه اللي يخليني اشغل ابلكيشن زي كده هو؟ فهمتوني يا جماعه؟ فبالمعنى الاصح كده للاسف الشديد مفيش منافسين زي ما انتم عارفين او زي ما انتم شايفين في السوق بتاعنا خالص المصري، وكل اللي نازل يشغل دماغه على الكباتن وعلى اوبر. وشركه اوبر خلاص فاهمه هي بتعمل ايه، مش هتشتري، شركه اوبر خلاص فهمت. وزي ما انتم شايفين برضو اللي شركه اوبر ابتدت اللي هي تنزل، لان المنافسين بتاعتها بقت كتير جدا جدا على مستوى العالم زي ما انتم شايفين، وشركه اوبر بتخسر فعليا دلوقتي، وخلاص شركة أوبر ابتدت اللي هي فعلا تسقط. بالنسبة للدول العربية الدول العربية ابتدى اللي هي فعلا في السعودية والكويت والإمارات يظهر لها منافسين حقيقيين فعلا عايزين ينافسوا، مش عايزين يعملوا زي كريم وفي الآخر تتباع. ظهر بالنسبة للدول الأوروبية وروسيا والصين فعلا شركة أوبر طلعت خالص منها، شركة أوبر ابتدت اللي هي تسقط. ودوت في وجهة نظري المتواضعة، واشوفوا بخير في حلقة قادمة إن شاء الله.